معاكي من مطبخ شيماء. لو اول مره تشوفيني يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي اللي بنزلها، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنعمل النهارده تورتايه الاوريو اللي قلب السوشيال ميديا. طريقتها سهله جدا، انا لقيت ناس بتسال عليها مع انها سهله جدا جدا وما بتاخدش اي وقت خالص ولا مجهود. وكمان هقول لكم سعر البيع لو حابه تطلعيها اوردر. هنا معايا المقاس اللي هو الاولاني المستطيل، خد معايا نص كيلو من الاسبونج الجاهز. خبزته الاسبونج، انا جبته على فكره ب 58 جنيه. يعني الاسعار اتغيرت جدا. فيا ريت نظبط الاسعار بتاعتنا، وكمان الناس اللي عندها جروبات ما تنزلوش منيو، علشان خاطر انا بقيت بقابل دلوقتي مشكله. انا كنت مطلعه التورتيه ديت من قيمه شهر كده، الناس كانت واخدينها ب 160 جنيه. جيت لما بيسالوني عليها وقلت ب 220 جنيه و250 جنيه على حسب طبعا الفينش بتاعها، استغلوها وقالوا لي لا انت غليتي ليه كده ومش عارفه ايه. وكمان مش واخدين بالهم ان انا كانت الكريمه ب 220 دلوقتي وصلت ب 260 جنيه. الكريمه كل يوم بسعر. انا خدت معايا ربع كيلو من الكريمه ريتش المتحده، الكيلو منها ب 260 جنيه. وكمان هنا نص كيلو من الاسبونج، عملته في الصينيه اللي هي اول مقاس. فلقيت الحسبه بتاعتها، لان دي ما خدتش معايا شغل كتير من فوق. انا جبت باكوين الاوريو ب 8 جنيه، الباكو كمان بقى ب4 جنيه. وزي ما انتوا شايفين انا بحشي هنا كريسبي، وكمان بغطسه كده في قلب الكريمه علشان خاطر ما يفصلش ما بين الطبقتين. حسبتها لقيت ان هي هطلعها ب 220 جنيه كويس جدا عليها. الناس بقت بتستغل الحاجه. فانا ما بصراحه مش هعمل منيو ولا اي حاجه، انا بشوف الاسعار بتاعت اليوم بيوم، لان احنا فعلا ما بقيناش عارفين نشتغل. الاسعار ربنا يرحمنا كل يوم بسعر، كل يوم بسعر، احنا مش عارفين نسعر حاجه. الناس محسسنا ان احنا بس اللي بنغلي الحلويات او الحاجه ديت، مش اللي هو الاسعار هي اللي بتجبرنا، او الخامات اللي بتغلى هي اللي بتجبرنا ان احنا نبيع بالاسعار دي. بس خلاص بقى نعمل ايه، الله المستعان. احنا بنعمل واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه اهلا وسهلا، الاسعار على الكل كده. جبت هنا بقى كده كام واحده من البسكوت الاوريو، وهجلس بيها الجناب بس هي مش هتبان. وهقول لكم هتعملوا ايه دلوقتي علشان تبان. ما تقوليليش ان انا استخدمت هنا ربع كيلو من الكريمه كتير، لان في ناس سالتني وانا قلت لهم ربع كيلو فكانوا مستكترين. الجو حر، فاحنا محتاجين ان احنا نتقل الكريمه شويه علشان تستحمل معانا في الحر. وكمان لما تيجي توصليها اوردر وكده، ما تبصي من المندوب وترجعي تخسري خامات كلها وتشيلي التكلفة، لان هيبقى العيب من عندك ساعتها. لما الكريمة تكون سايحة فهتسيح التورتاية، هتبقى مش محملة على بعض، وهتلاقيها مش هتبقى يعني ماسكه نفسها كده. وكمان هتلاقوها يعني صيصه في نفسها كده، فاهمين قصدي طبعا. طبعا لو عايزه تطلعيها اوردر، تقومي من بدري ان شاء الله كده الصبح، تخلصي شغلك وتسيبيها في التلاجة، وقبل التسليم بساعه او حاجه تحطيها في الفريزر تبقى متجمده علشان تضمني ان هي توصل للعميل كويسه جدا. طبعا انا بتكلم على طرق الفاكهه اللي هي اللي بتبقى واخده فينش جامد. انا هعملها النهارده سهله جدا، مش هتاخد اي فينش، هتاخد فينش سهل جدا وكمان خفيف عليها. مش مستاهل ان احنا نعمل كل دوت، بس برضو لازم نحطها في التلاجة قبل التسليم. بصوا انا بكسر هنا كام واحده من الاوريو كده تكسير عشوائي جدا، وبعملها بالسكرابر وبشد كده من الجناب علشان خاطر ابين الاوريو من الجنب. زي ما انتوا شايفين كده سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي افتكاسه، سهله جدا. لو حضرتك ربة منزل مش شغاله هتطلعيها بمنتهى الاحترافيه. هنا هكتب بقى بالجناش، الجناش انا عملته معاكم قبل كده، هبقى اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هابي بيرث داي اختصار يعني الهابي بيرث داي اتش بي دي فارس. وعملت كام نقطه كده عكس بعض، وبعدين هعمل دربات على الجنب. زي ما انتوا شايفين انا حطاها في ورقه زبده، حاطه الجناش في ورقه زبده، واليمه اللي انا عايزه اعمل فيها الدرب ينزل جامد بضغط فيها ضغطه واحده علشان تنزل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا ما ننساش اهم حاجه ان احنا نمسح البورد علشان خاطر ما يبقاش شكله مش كويس. جبت هنا بقى اللي هو التيب او القمع اللي هو بميل، وعملت الوردات بالشكل دوت داير ما يدور كده.
وبعدين هقوم حاطه اوريو. انا ما كانش عندي غير الباكوين، انا استخدمت منه كام واحده في التجليس. وهنا بقيت الوحدات اللي باقيه عندي فتحتها كده وحطيتها، لقيت شكلها مش حلو وهي بالواحده كده، فكسرتها نصين. ان انا املي كل الفراغات اللي عندي من الورد، واحط كده بالشكل دوت من انصاص الاوريو. او عندك حل تاني ان انت حضرتك تستخدمي باكو كمان، انا ما كانش فيه وقت ان انا اجيب باكو كمان علشان خاطر املاها. وكده خلصت معايا التورتايه، قولوا لي رايكم فيها.